هقول لك في خلال اقل من دقيقتين ازاي تعمل $2000 اضافيه من خبرتك، والكلام ده بس للناس اللي هي عندها خبره قادره انها تفيد بيها الناس. انت شغال في شركه كبيره، عندك بوزيشن، في ناس كتيره بتذاكر سنين علشان تقدر انها توصل له، ولكن للاسف الخبره دي بتقف عند اخر الشهر لما بتاخد المرتب بتاعك. نفس الشغل اللي انت بتعمله في الشركه في ناس كتيره بره عايزه تفهمه، عايزه تعرف انت بتعمل ايه. مش محتاج تبني شركه، مش محتاج تسيب شغلك، ولا محتاج تبقى انفلونسر. هقول لك في خلال اقل من دقيقتين ازاي تعمل $2000 اضافيه من خبرتك، والكلام ده بس للناس اللي هي عندها خبره قادره انها تفيد بيها الناس. خلينا نحسبها حسبه بسيطه. لو الساعه بتاعتك يعني كاستشاره بتدخل مع شخص بتفيده في الحاجات اللي انت عندك خبره فيها $50 بس، انت مش محتاج 100 عميل ولا محتاج مجهود كبير، محتاج بس 34 ساعه شغل في الشهر، يعني اقل من 9 ساعات شغل في الاسبوع علشان تعمل $2000 شهريا. حدد مشكله واحده انت شاطر في حلها، واعرض خدماتك الاستشاريه $50 في الساعه، واعمل محتوى فيد الناس فيه بشكل مجاني، واعلن عن الخدمه دي. من خلال المحتوى بتاعك وضح انك فاهم، اعرض الخبره بتاعتك في الشركه، اعرض الشهادات اللي انت خدتها، اعرض المشاكل اللي انت حلتها بالفعل لناس عندك في الشركه او حتى فيما بعد عملاء عندك. الموضوع ما بيقفش على $2000، دي بس البدايه، الموضوع ممكن يكبر بعد كده ويبقى بيزنس كامل بتعمل اكتر من $10,000 في الشهر من خلال خدمات استشاريه او منتجات الكترونيه. دي بس البدايه. بيزنس الاستشارات ممكن يعمل لك ضعف دخلك شهريا. عملنا تدريب مجاني من فتره، لو حابب تتفرج عليه بشكل مجاني خالص اكتب كلمه تدريب تحت في التعليقات وهبعت لك اللينك.